السلام عليكم. اما بعد كنتمنى تكونوا بخير واموركم مزيانه. الجريمه ديالنا ديال اليوم هي اللي غادي ديروا الا ما درتوش ليا دابا واحد سبسكرايب. الحلقه ديال اليوم تعرفات مؤخرا بزاف وبانت في انستغرام ودات واحد الضجه اللي كبيره من كثره البشاعه والخيوبيه ديالها على الفاشونيستا الشينويه ابي تشوي اللي كتعتبر ايقونه ديال الموضه. غادي نلقاو الجثه ديالها بواحد الطريقه اللي خايبه بزاف. اجيو نشوفوا شكون هي ابي وكيفاش وقع لها هادشي اللي وقع. غنرجعوا لواحد شويه لهونغ كونغ نهار 15 يوليوز عام 1994 فين غادي تزاد ابي تشوي. ابي كبرت وسط واحد العائله اللي لاباس عليهم بزاف. عائلتها عندهم شركات ديال البني وعندهم شراكات وفروع وحده اخرى في الصين. المهم السيده كبر في واحد المستوى اللي زوين بزاف وميسوره. ابي بدات كتكبر وبدا كيعجبها الفاشن ودخلت لعالم السوشيال ميديا. غتبقى كتشارك شنو كتشري وشنو كتاخذ مع الفولورز ديالها. وحيت ابي اصلا كانت لاباس عليها على باس هادشي خلاها تكون كتشري البراندات ديلوكس. ابي تشهرت بزاف في انستغرام ويبو هو النسخه ديال انستغرام عندهم في الصين، حيت في الصين الاغلبيه كيخدموا بالتطبيقات ديالهم بوحدهم وكيخدموا بهم غير في الصين، ولكن حيتاش ابي ولات مشهوره عالميا كبرات الكونت ديالها بجوج اللي في الصين وانستغرام برا الصين. ابي بقات غادي وكتكبر في سميتها، من بعد غادي تبدا الطريق ديالها بوحدها مع الشركات العالميه ولي كولابوراسيون. ابي غادي تعرف وغادي تبدا تحضر لباريس فاشن ويك وغادي تبدا تحضر لاي حاجه عندها علاقه بالموضه ولا الحوايج ولا في كاع العالم، وغادي تولي تحضر لكاع لي زيفينمون اللي كيكونوا وغادي تولي معروفه بزاف. ابي كانت معروفه بحكم انها كانت اجتماعيه بزاف وكدير بلاصتها، وإلا قلنا كدير بلاصتها يعني غادي تكون كدير المعارف وكدير العلاقات العامه وكاع داكشي اللي كيحتاجو خصوصا هاد الدومين. ابي غادي تبدا تبان في كاع لي كوفر ديال المجلات الكبار، منهم لوفيشال موناكو، منهم فوغ، منهم بزاف المجلات، كاع المجلات الكبار اللي معروفين. ابي غادي تتزوج على عمر 18 عام باليكس كونغ وغادي تولد 2 وليدات. زواجها غادي يسالي من بعد 3 سنين. ابي فاش طلقات غادي تخلي علاقتها زوينه مع الطليق ديالها، وبما ان اليكس ما كانش شي واحد اللي لاباس عليه ولا في شي مستوى اللي كبير غادي تبقى كتصرف عليه هو وعائلته عافاكم. المقربين ديال ابي كيقولوا ان ابي كانت ضعيفه بزاف وحنينه سواء كصديقه ولا كزوجه ولا كأم. ابي فاش طلقات بحال الا بغات ولادها فاش يمشيو عند باباهم يبقاو في نفس المستوى اللي كيكونوا معاها فيه. بما ان ابي اصلا ولات كتلعب في الملايين هادشي بلا الثروه ديالها من العائله ديالها اللي كانت كبيره بزاف، عاد خدمتها وداكشي اللي وصلت ليه الثروه ديالها ولات كتقدر ب100 مليون دولار صافيه الربح ديالها، ما لها فيه حتى شي حد ما ليه فيها شي حاجه. ابي بحكم ان العائله ديالها كانت مختصه في البني وعندهم علاقه مع العقارات وداكشي، كانت من ديما كتشري بعض المرات شي ارض ولا شي ابارطمون ولا شي حاجه كتجلس شويه وكتعاود تبيعها. كانت شاريه واحد لابارطمون دولوكس في واحد الحي راقي في هونغ كونغ كيسكنوا فيه غير صحاب الفلوس ديال بصح. لا ابي غادي تنوض تخلي الطليق ديالها وامه وباه وخوه يعني العائله الصغيره ديالو يسكنوا في الدار. بما ان ديك الساعه كانت عندها غير شي 21 ولا 22 عام، ابي غادي تحمس واحد شويه، غادي يهضر مع بابات الاكس ديالها اللي هو الطليق ديالها. بما ان السيده باقا صغيره غادي يقنعها تكتب الدار ليه في سميتو، كاين عندها الحق ديال التصرف فيها. ابي كانت كتعامل مزيان بزاف مع الطليق ديالها والعائله ديالو من ناحيه الفلوس، من ناحيه العايد كتكون مصطفى مع العائله ديالها وكتديهم معها، المهم مدخلهم معها بزاف واخا زعما طلقوا. ابي غادي تعاود تزوج واحد رجل الاعمال عنده سلسله ديال المطاعم وحتى هو عنده بزاف ديال الحوايج الشركات، ولكن غادي يتزوجوا غير قدام صحابهم، يعني غادي يديروا غير حفله وداكشي، ما غاديش يسجلوا العقد ديال الزواج ديالهم. الحياه كانت زوينه وفعيل ابي زوينين كتر. ابي كانت معروفه كيفاش كانت متواضعه بزاف وكيفاش اجتماعيه لدرجه ان العائله ديال الطليق ديالها كانت كتجيبهم معها في اي مناسبه وفي اي حفله واي عراضه واي تسافر الله يخليكم. هادشي حتى في المورا فاش تزوجات، تخيل كتكون راجلها في شي تسافيره وكتجيب معها حتى الاكس ديالها والعائله ديالو كيكونوا حاضرين في لي زانيفرسير في الحفلات في اي حاجه. ابي كانت دايره طليقها وعائلته بحال العائله ديالها وكثر. كانت كتعطي شهيه لاليكس اللي هو الطليق ديالها.
جابت خوه خدماتو عندها شيفور وكانت كتعامل معاه زوين، وهذا الشيء كان كيبان في الستوريات ديالها هي وياه، وتا هو كان كيضل له حتى تصاوروا معاها في انستغرام وكيبقى يكتب عليها سيستر هاشتاغ سيستر، حيت زعما كانوا مقاربين بزاف، وكان كيفرح زعما انه كيتصور معها بحكم انها راه كانت ابي الفاشونيستا المشهوره ايقونه الموضه، فيعني عندها واحد المكانه ديالها في المجتمع الصيني. شويه كاع ديفلوباتو ودخلاتو معاها في التجاره ديالها، وكانت مخليه لهم الدار دولوكس ساكنين فيها، يعني كتعامل معهم واحد التعامل اللي كبير بزاف. المهم ما خصهم حتى شي خير مع ابي. غادي دوز الوقت، ابي غادي تبغي تبيع لابارتمون ديالها، حيت هي اصلا في الاول فشاتها خداتها باش ملي العقار يطلع تبيعها، هذه هي النيه ديالها في الاول. ولكن من بعد تبدلت الوقت ملي جاو العائله ديال الطليق ديالها وداكشي، من بعد خلاتها ليهم، ولكن صافي العقار ملي طلع السيده بغات دارها، ولكن بابا الطليق ديالها غادي تكون عنده هضره اخرى وما غاديش يعجبو الحال. غادي ينوض واحد الصداع صغير بين بابا اليكس طليقها وابي على ود الدار. هي بحال الا ولات كتقول مع راسها وانا مالي على هذا الشيء كله، وبحال الا صافي داكشي طلع لها في راسها، واش غتبقى غير كتصرف عليهم وكتعاونهم، ودابا ملي بغات دارها غادي تولي ما مزيانش وهو ما عجبوش الحال. ابي غادي يبدا يطلع لها داكشي في راسها، وغادي تبقى تشوف في راسها بلي صافي عندها جوج وليدات ديجا من الطليق ديالها الاولاني، ودابا زاد جوج وليدات اخرين من الراجل ديالها الثاني، وبحال الا العائله ديال الطليق ديالها كيستغلوهم وما كيقدروش هذاك التعامل الزوين اللي كدير معاهم اصلا. ابي اصلا ما كانتش غادي تخليهم بلاش، صاحبتها كتقول بلي راه كانت معوله تشوف ليهم شي دار في شي بلاصه اخرى ناقصه شويه، وديك الساعه تصرفوا فيها كيبغاو، ولكن ابي ما كانتش عندها فكره على شنو كيتسناها من العائله ديال اليكس. من مورا النقاش اللي وقع ما بين ابي وبابا الطليق ديالها اليكس، من موراها بشي ايام راجلها كريس غادي يتصل بالبوليس وغادي يعلن على الاختفاء ديال ابي هادي نهار ونص وهي مغبور لها الاثار. البوليس غينوضوا الاعلام والصحافه بما انه ابي كانت واحد الشخصيه اللي مشهوره بزاف وكانت معروفه بالاعمال الخيريه ديالها. البوليس ملي غادي يتبعوا الجي بي اس ديال تليفونها غادي يوصلهم لواحد الفيلاج صغير بعيد على هونغ كونغ بشي نص ساعه هكذاك. ملي غادي يمشيو غادي يدخلوا لواحد الدار ما فيها لا اتات، ما فيها يعني ما مفرشاش، ما فيها حتى شي حاجه. غادي يلقاو شي حوايج ديال ابي اللي كانت لابساهم هذاك النهار قبل زعما الاختفاء ديالها، غادي يلقاو لاكارت ناسيونال ديالها، غادي يلقاو ساكها، شي حوايج الاثار ديال ابي كاين تما. ملي غادي يديروا واحد التفتيش غادي يقلبوا جهه الكوزينه، غيحلوا الثلاجه، غادي يلقاو شي ضلعه ورجيله صغيره ديال بنادم. ملي غادي يقلبوا جهه البوطه غادي تبان لهم واحد الكاميله لاصوب فيها هكا الشعر ديال بنادم. غادي يدوروا للجهه الاخرى غادي يلقاو منشار وشي ميكات كحلين طاو ديال الزبل كبير. المهم البوليس غادي يتصدموا من داكشي اللي لقاو تما وداكشي اللي شافوا، وما تيقوش باللي مسكينه ابي ولا تصوبه. السؤال شكون اللي قتل ابي، ولا شكون اللي ما بغاش يبقى الاثار لابي؟ حيت اللي بغى يقتل غيقتلها ويزيد، اما باش شد بنادم وتقاضو وطيب وصوبه يعني ما بغيتيش يبقى الاثار للجثه. البوليس غادي يبداو التحقيق وغادي يبداو بالفيلاج والجيران ديال الفيلاج هما الاولين. البوليس غادي يطلقوا 180 محقق كيحقق هذا الفيلاج باش يشوفوا واش غادي يلقاو شي بقايا ديال الجثه، حيت ما لقاوش كاع الطروفه في الدار وفي الثلاجه. البوليس غادي يبداو التحقيق ديالهم، غادي يبداو بالمتهم الاول اللي هو الشيفو ديالها انتوني كونغ خو راجلها. بما انه هو الشيفو ديالها انتوني غادي يقول لهم حقا راه حطيت ابي في الطريق حيتاش قالت لي بلي عندها شي غرض وكانت زربانه وما غاديش تبقى معايا. البوليس غادي يزيدوا في التحقيق، لقاو باللي اخر مره وقع سوء تفاهم بينها وبين كونغ جاو بابا طليقها على الدار، وبلي بغات تبيعها وبلي ما عجبوش الحال ضدها. قال لها الا فكرتي تبيعيها غادي نقتلك. البوليس ملي غيسمعوا هادشي غيجمعوا كل شيء في سله وحده، غادي يجمعوا خو وبابات ومامات طليق ديالها تهمه التستر على الجريمه اللي هما انطونيو كونغ وجيني. غيبقى اليكس مازال ما لقاوش. البوليس ملي غادي يخرجوا مكافاه ديال 2 مليون ديال الدولار على اللي شاف ولا لقى اليكس. وفعلا موراها بشويه البوليس غادي يلقاو اليكس هابان في واحد الفلوكه خارجه من هونغ كونغ. ملي غادي يشدوه غادي يلقاو هاز معاه واحد الصاك، ملي غيقلبوه غيلقاو فيه 64,000 دولار، هي شي 64 مليون ديالنا هكاك تقريبا، وشي ساعات تساويه 200 ل 500 مليون ديال ابي. القضيه ديال ابي نوعا ما سهله
حيتاش في التحقيقات غادي يبان بلي العمليه مدبره، وبلي عائله أليكس ما كانوش حاسبين ابي كيف ما هي حاسباهم. العائله ديال أليكس ما كانتش كتشوف ابي كما كانت ابي كتشوف العائله ديال أليكس. ابي كانت كتشوفهم بلي هما جدود ولادها، وبلي خص ديك العلاقه وداك الترابط خصو يبقى زعما مع وليداتها وداكشي، وخصوصا انها وصل لواحد المستوى اللي كبير بزاف، فكيجيها عادي انها الا عطات عليهم ولا خلصت عليهم ولا جابتهم معاها يسافروا ولا هذاك الشيء كان كيجيها عادي. ولكن بابا أليكس كان عنده واحد الراي اخر. السيد كيشوف راسو بلي السيده غير دجاجه كتبيض، وبلي دوك الفلوس اصلا ديالها كلهم الا مات غادي يمشيو غير لحفادو. غادي تقولوا لي هي مزوجه زواجها الثاني، هي مزوجه زواج ثاني ولكن ما موثقاش، يعني ما دارش العقد. يعني قانونيا الا ماتت ولا وقع لها شي حاجه، المستفيد من الورث ديالها هما الورثه اللي هما ولادها. يعني السيد كيشوف راسو بلي حفادو اللي غادي يورثو يعني حتى هو غادي يولي مليونير، ولا ما عرفش الصراحه الفكره اللي جاتو. السيد كيشوف ولادو ما دايرين والو، والسيده قد البصقه 28 عام، وشوفوا كيف فين واصله وكيفاش كابره واشنو دايره في حياتها وكيفاش كتحقق ذاتها. البوليس غادي يكملوا التحقيقات ديالهم، غادي يلقاو بلي كونغ الاب كان اصلا ديجا بوليسي سابقا، زعما كان بوليسي خدام مزيان وكان كيشد شواهد. أليكس الطليق ديالها شومو نصيصيب وديجا رشاشي من البوليس في قضيه نصب، حيت نصب على عباد الله في 2015 في 5 مليون دولار داكشي ديال التداول. خو انطوني اللي كان شيفو ديالها وكانت كتعامل معاه مزيان وكانت دايره يعني اكثر من خوها، حتى هو ديجا كان مشدود في الحبس على شي موتيف. المهم عائله ديال النصابه والشفاره وما قالش فيهم الخير. كاين تحقيق كبير بزاف، وكل مره كتزاد حاجه ولا دليل ولا طرف في الموضوع. مؤخرا لقاو حتى العاشقه القديمه ديال باهم حتى هي مخططه معاه ومعاوناه. المحكمه بهاد الدلائل كلها اللي عندها غادي تاجل الحكم حتى ل 8 ماي باش تعطي وقت للبوليس يديروا الماكسيموم بوسيبل في التحقيقات ديالهم، حيت اعتبروها جريمه خايبه بزاف وبلي هادشي زعما ما خصوش يكون. المحكمه كتوعد بواحد الحكم اللي غيكون كبير على المتهمين كاملين، ورفضت لاي واحد فيهم حاليا الخروج بكفاله. ماما ابي في الجنازه كتبكي وكتقول بلي النيه واللطف ديال بنتها مشاو خساره مع ناس وحوش بحال هادو. كانت هذه هي الحلقه ديالنا ديال اليوم. واش عمركم درتوا الخير مع شي حد من دمكم؟ نشوفكم الحلقه الجايه في رعايه الله. باي باي.